أربط بهذا لأتوجه إلى السيد سلام حسين. مرحبا بك مرة أخرى. نحن قدمنا الشهداء وأنتم تقدمون الشهداء منذ عقود طويلة. رمزية العلاقة بين القضية الفلسطينية، الثورة الفلسطينية المستمرة والثورة التونسية. أولا صباح الخير لك وصباح الخير بك لأصدقائي وأحبتي. صباح الخير لك يا تونس، صباح الخير لك من القدس، صباح الخير لك من أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، صباح الخير لك من فلسطين، أختك التي تعشقك، أختك التي دائما لك فيها سلام ومحبة واحترام. أولا الربط هو علاقة تاريخية، علاقة مقدسة بحيث لأكثر من جانب، والجانب الأول أبدأ فيه بأننا نحن والتونسيون على نسب أكثر من 7000 حالة نسب، حالة زواج، وهذا إن دل على شيء يدل أنه نحن دورة دموية واحدة. وهذه الحالة الثورية والشعب الفلسطيني لازلنا نحن بثورة ولازلنا بهذه المقاومة لإسقاط هذا الاحتلال الغاشم وآخر احتلال في العالم. وهنا أقول وأتحدث بأن رمزية الثورة هي رمزية مهمة جدا، أن نعود لهذه الندية في الحقوق في المواطن الحقيقي. ودوما يجب أن يدرك على أي شخصية عامة بأن آخر مطاف الشعب هو الذي يحدد مصير الشعب بحضوره وبظروفه. إنما أريد أن هناك يكون نظرة ثاقبة أكثر للشعب التونسي. تونس بحاجة إلى وقفة جماعية، بحاجة إلى تصالح، بحاجة إلى عدم إقصاء الآخر، وأن تكونوا معا وسويا، لأن هذا المركب يسير بهذا الاتجاه، يسير بهذا التسامح، يسير بهذا النظرة التي ترسم الوجه الحضاري لتونس. أنا أتوجه بعد اللقاء مباشرة إلى القاهرة وأقول لكم بكلمة بأن إذا القاهرة ومصر هي النبض العروبي، وأنا أقول هنا في تونس في هذا الشارع، شارع بورقيبة، الحبيب بورقيبة الذي زار فلسطين عام 64، وهذا القائد المغوار أيضا له يجب أن نشيد ولا ننسى أيضا هذا بوعزيزي الذي كان له حضور تلقائي وعفوي رفضا للظلم، ونحن ضد الظلم ونقول دوما بأن الظلم ظلمات. ويجب أن يدرك كل شخص فينا أن دوام الحال من المحال، دوام الحال من المحال، فقانون التغيير هو دائما آتي، بحيث أنه أنت لا تستطيع أن تضع قدميك في النهر مرتين. فلهذا أقول إلى تونس انهضي، نحن بحاجة لك. إذا القاهرة هي نبض العروبة، أنت هنا القلب العربي. والله إذا كانت تونس على مرام، كل الوطن العربي سوف يكون قصيدة شعر بلا كلمات، وسنكتب للتاريخ مرة أخرى. من هنا تنطلق الثورة، ومن هنا تبدأ الحضارة في تونس العاصمة.